مرحبا أصدقائي. اليوم رح ناخد أغنية جاني جاني للفنان جوان هاجو. أغنية كردية هي من مقام النهاوند. اليوم رح ناخد الأغنية من مقام نهاوند من علامة الصول. منشان هيك أشرحها على السريع. علامة الصول لا بعد كامل، سي هون بيمول، دو نظامية، ري نظامية، مي هون أخذناها كمان نهاوند يعني بعد بنص علامة، فا بعد كامل، صول الجواب بالساز ما في، لون اوكتافو هو الفا. تمام، فيعني علامة الصول فما يعني ما هي موجودة بآلة الساز، مو مثل البزق. البزق بيسحب للصول بس الساز ما فيه. تمام، هلا هاي العلامة مو لازمتنا، بس أعطيتكم الفكرة عنها. والأغنية على الشكل التالي، رح أعزفها أول شي بشكل هيك سريع منشان تفهموا اللحن، وبعد منها رح أحاول هيك أبسطها تقدروا تعزفوا معاها. لاي لا لا لاي لا لا يا لا لاي 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 لا لا لاي لا لا لاي لا لا يا لا لاي 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 لا لاي لا لا لاي لا لا يا لا لاي 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 لا لا لاي لا لا لاي لا لا يا لا لاي 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 لا. جاني 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 كل كلمة لخاني، جاني 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 أسمر بريباني، جاني وجاني جاني كل كلمة لخاني، جاني وجاني جاني أسمر بريباني. لاي لا لا لاي لا لا يا لا لاي 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 لا لا لاي لا لا لاي لا لا يا لا لاي 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 لا. على هذا النحو الأغنية بتنعزف. فنقول بسم الله يا الله ونبلش العلامات، وعلى 100 مهل أكيد. علامة الصول. هلا أول شي رح نبلش من سي بيمول. طبعا أنا رح أذكر اسم العلامة بس سي، هي بتكون سي بيمول عندكم. تمام، سي لا صول لا صول فا. أعيدها من جديد. سي لا صول لا صول فا، صول لا سي لا سي لا صول. رح أبطئها أكتر. هاي الحركة الثانية، صول لا سي لا سي لا صول. من جديد، سي لا صول لا صول فا، صول لا سي لا سي لا صول. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني كمان نفس الطلعة، سي لا صول لا صول فا، صول لا سي لا سي لا صول. المقطع الثاني، سي لا صول
لا صول فا، لا سي لا دو سي لا صول. راح أعيدها. سي لا صول، لا صول فا، لا سي لا دو سي لا صول. تمام. هلا رح نعيدها من الأول وجديد. سي لا صول، لا صول فا، صول لا سي لا سي لا صول. هذا كان الجزء الأول. الجزء الثاني سي لا صول، لا صول فا، لا سي لا دو سي لا صول. رح أعزفها بشكل أسرع. هذا اللي عزفناه هلا. طبعا مع الغناء كمان بيجي نفس العلامات في حال لما تتغنى كلمة ليلى لا. ليلى لا سي لا صول، لا صول فا، اللي هي ليلى لا ليلى لا، يعني وكأني عم بلفظ العلامات بكلمة ليلى لا. تمام. ليلى لا ليلى لا يا لا ليلى ليلى لا ليلى لا ليلى لا ليلى ليلى. شغلة مهمة كمان، ضربة الريشة هي صعودا ونزولا. لاحظوا أصابع يعني حركة الريشة. لاحظتوا ضربة الريشة كانت صعودا ونزولا فقط. تمام. هلا بنجي لمقطع الغنائي اللي بيغني فيه الفنان. جاني 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 كل الكلمة لخاني، جاني 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 أسمري بريباني، جاني 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 كل الكلمة لخاني، جاني 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 أسمري بريباني. هون بتنعزف سي سي لا لا سي، وبتنسحب للصول، يعني كأنه نصف علامة. سي سي لا لا سي صول، لا 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 فا صول صول صول، سي سي لا لا سي صول، لا 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 فا صول صول صول. عم بعزفها بإصبع واحد مشان تبين معاكم وتسهل عليكم، بس هي الحركة الصحيحة هي هاي الإصبع الصغير. سي سي لا لا سي صول، لا 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 فا صول صول صول، سي سي لا لا سي صول. هي يعني مثل 3/4 النقرة هون والربع على علامة الصول. تمام. هي سي سي لا لا سي صول سي صول. تمام، يعني ضربة وربع. سي سي لا لا سي صول، يعني هيك تنحسب.
فيكم تتمرنوا على هالحركة كمان. سي سي لا لا سي صول لا 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 فا صول صول صول. كمان بتاعت سي سي لا لا سي صول لا 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 فا صول صول صول. سي سي لا لا سي صول لا 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 فا صول صول صول. هيك بنكون خلصنا الأغنية. هلا بنرجع للازمة اللي عزفناها من الأول. سي لا صول لا صول فا صول سي لا صول سي لا صول لا صول فا سي سي لا دو سي لا صول. بهي الحركة الأخيرة يفضل إنك تسحب إيدك لهون وبتعزف بالإصبع الثاني سي سي لا دو بالإصبع الصغير سي سي لا دو سي لا صول. وهيك بس أتقنت الأغنية وحبيت تشكل فيها مشان ما يصير ملل كمان إنه بتضل تنعاد، بتجي على الهارموني تبعه اللي هي علامة الري. بدل ما تعزف هون مثلا أنت وعم تعزف هون مثلا مرة هيك سي لا صول لا صول فا صول لا سي لا صول. تاني مرة فيك تجي لهون ري دو سي لا ري دو سي لا. بس بتقفل هون لا سي لا دو سي لا صول. رح أعزفها بشكل سريع. وهيك أصدقائي بنكون وصلنا لنهاية هاي الحلقة. أغنية يعني ظريفة وخفيفة وحلوة مقام النهاوند، وعلامة الصول كمان كانت غريبة على بعض المشتركين اللي كانوا عم يتابعوا حلقاتي، لأنه من علامة الصول لسه ما كنا أخذناه. اليوم شرحناه ورح أترك لكم فيديو من حفلة كانت للتخرج تبعنا بكولن. بنهاية هذا المقطع مغنيها أنا كمان على علامة الصول من مقام النهاوند. بإمكانكم تحضروه وتعيشوا الجو كيف بتنعزف وكيف بتتغنى. وإن شاء الله يا رب يكون نال إعجابكم، وشكرا لصبركم الطويل. وهي إن شاء الله راح نرجع لكم بفيديوهات أكتر وأكتر. شكرا لدعمكم، وإن شاء الله راح نضل مستمرين أكتر وأكتر. دمتم بأمان الله أصدقائي.